السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ حول طيبه، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى شي خير. اليوم اخوتي العزاز جيت نتكلم معكم في القضيه ديال عقد الزواج ديال بنت بوكريشه. هل هو فعلا صح ام فقط كذبه مصطنعه او عقد مزيف؟ خوت العزاز، شفنا العاقه كتكلم وكتهضر لينا على الوصيه اللي خلاها لهم الاب ديالهم داخل السجن، فهمنا؟ وقالت على ان الاب ديالها كيوصيها على انها تعيش الحياه ديالها كيف ما بغات، انها تسافر، انها تلبس. حنا كنعرفوا الانواع ديال اللباس اللي كيشير ليها بوكريشه بحكم الحضور ديالو وكيفاش شنو كانت كتلبس. يعني هنا كنقولوا الوصيه ديال بوكريشه اطار اللبس. حنا كنعرفوا ديك اللبس اللي تحت ديك اللبس هي اللي كتلبسو العاقه بنت بوكريشه، فهمنا؟ ولكن انا علاش جيت نقول لكم انا بغيت نناقش معكم العقد ديال الزواج؟ لان اطار هاد المناقشه اللي تناقشت مع الاب ديالها والميساج اللي بغات تبين للمتابعين وحتى حتى السريعه حتى هي كتشير نفس يعني الكلام. وهنا عندهم واحد التناقض في الكلام على ان بوكريشه عامين جاتو بزاف. العاقه كتقول على ان بوكريشه تناقض في الكلام. يعني وحده كتقول على انه ما جاتو بزاف، وحده كتقول كيضحك ونشاط كان شيء لم يكن، يعني عمل لا شيء. هنا كاين واحد التناقض في الكلام وميساج اللي كتبغي تمرو سريعه باش تغرق بوكريشه وتزيد تاكد للنيابه العامه تبحث في هذه القضيه مزيان على ان عامين كيف والو. هذا الميساج اللي بغات توجهه سريعه من خلال لي لايف اللي دارت، وكذلك حتى الفيديوهات اللي كتشير بهم بعض الميساجات المشفره اللي حنا كيجيونا عاديين ومفهومين وواضحين كوضوح الشمس. الخوت العزاز، ولكن انا النقطه اللي بغيت نتكلم عليها هي عقد الزواج، فهمنا؟ الايامات الاولى اللي كانوا خرجوا كيتكلموا على عقد الزواج، حنا خرجنا قلنا لكم على ان عقد الزواج من الاصل ما كايناش. كانت خرجت السريعه كتقول على ان ها هو والله لا شفتوه، الورقه الاولى والثانيه والثالثه. حنا كنعرفوا العقد الزواج كيكون فيه غير ورقه واحده. هذا ماشي هي الملاحظه المهمه، ولكن بحكم ان كنعرفوا شي وحده ملي كتكون متزوجه وعندها الزوج ديالها في السجن وكتكلم على الوصيه اللي خليها لها الاب ديالها من داخل السجن، ما ذكرتش نهائيا على ان الزوج ديالها قال لها شي كلام او وصاها او خلى لها شي وصيه. حنا كنعرفوا ايامات الاولى اللي كانت كتقول على انها دارت عقد زواج كتخرج وكتقول للمتابعين ديالها بهذه العباره على انني وليت مراه متزوجه. هذه هي قالتها. يعني ما تبقاوش تشوفوا فيا هذا الميساج كتبغي تشيرو ربما لشي وحدين او شي مكبوتين تابعينها سواء في الواقع او في المواقع اللي كيتبعوها وكينقروا عليها، بحكم ان ذاك اللباس اللي كنشوفوه في الفضايح اللي كنشوفوه الروينه اللي كنشوفوه بطبيعه الحال شيء عادي جدا. ما قلتي ولو كلمه على ان الزوج ديالك في السجن، شي لان الاصابع الاتهام مادام كتقولي الى ان عقد الزواج كتشيري على انك تزوجتي بالمعتقل، فهمنا؟ يعني هو فقط جبر الطريق ما فيها لا حراسه مشدده ولا يعني الشارع كيدي وكيجيب، حتى هو قال نضرب واحد الدوره تما ونشوف شنو كاين. ولكن ملي شاف شنو كاين في ديك الدرب ما جبر لا باراج لا جوندار لا مخزن لا حتى شي حاجه يعني في الطريق، فهمتي؟ عجبوه الحال، شاف الامور يعني سليمه ما فيها لا عقوبه ولا سجن ولا والو. حنا كنعرفوا على ان هذا الاعتقال ديالو اطار هاد الاسره المشوهه كاين الامور مدروسه، ولكن هو شخصيا ديك المعتقل ما كانش عارف على ان الامور غادي تتدهور وغادي توصل به حتى لهاد الدرجه هذه. لان النهار اللي كنا كنتكلموا على شكايه اللي حطت سعاد في اطار البنت ديالها وتعمق مع البنت ديالها تعرفوا واش بنت ولا ماشي بنت، من بعد ما عرفت على ان الاخ ديال بوكريشه مشى كذلك حتى هو بتهمه الاغتصاب في الايه، كاينه بزاف د الامور اللي خلات الاخت سعاد تشك في الام في البنت واش بنت او ماشي بنت. ديك الايام انا نتوما شفتوا بلا ما نعاودوا الكلام على ان بوكريشه ملي خرج كيزغرت خرج فرحان على ان البنت ديالو هو راه ديجا عارف هذا الشيء هذا بلا ما يدوخنا. الوقيته اللي كنا كنشوفوه في خرج من المحكمه وكيصرفق وكيزغرت، شي راه امر عادي بالنسبه لي. هو لانه كان عارف ماشي يتفاجئ،
شوفوا الام اللي تفاجات، طاحت غيبوبه، طاحت سخفات، جا الخبر كالصاعقه. ولكن الاب مادام كيخرج كيضحك راه هو عارف شنو بنته شنو فيها وشكون السبب. ها ربما الكيدار اللي في الدار، بيتوتي اللي في الدار، الميساج راه باين وواضح. تفهمنا اخوتي العزاز؟ هاد الميساج اللي كانت خرجت وهاد الرساله اللي كتكلم بها هاد العاقه اطار الوصيه الاب ديالها، وما كتكلمش بتاتا، لان في الايامات الاولى كانت كتقول لنا انا متزوجه. كلام ديال انا متزوجه ما بقيناش كنسمعوه، فقط كان واحد التمثيل، واحد السيناريو بغاو يطلعوه بين المشاهده. كيف ما مولفين كيديروا السيناريوهات، راه كانوا ديجا داروا واحد السيناريو لان السريعه خرجت من الدار هربت. مره اخرى غادي نسمعوا شي سيناريو عاوتاني، الطفله الصغيره او الكبيره العاقه او كذا كذا حتى هما هربوا. يعني هاد السيناريوهات ولاو كيجونا عاديين جدا، فهمنا؟ وضيف عليهم كذلك حتى الشنيتيكا اللي ولات كتعلم منهم ديك الهبل تربح اللي جات اليوتيوب للروطار وكيعلموها الحراميه حتى هي. واخا ما كنبغوش ننتقدوا ديك المراه بحكم انها متقدمه في السن، يعني كنحترموا السن والتقدم ديالها، نحترموا في عالم الانتقاد، ولكن هي كتجيبها لراسها بحكم انها والده لينا جوج ديال البيتوتيين او البودوفيليين اللي هما الان وراء القضبان. تفهمنا؟ خصكم تعرفوا واحد القضيه الخوت العزاز، وميساج اللي غادي نوجهو كذلك للمتابعين ديالهم. سمعوا مزيان، كاين شي وحدين بعدا اللي تحياتي ليهم وكنحترمهم هذا المنبر هذا بحكم انهم سمحوا في ديك التفاهه وسمحوا في ديك الاسره المشوهه واللي هما ديجا كانوا بكاو معاهم وبقى فيهم الحال، ولكن فاقوا وعاقوا وعرفوا على ان السريعه والعاقه وشنيتيكا فقط كيمثلوا عليهم. فهمنا؟ ولكن بغيت نوجه لواحد رساله لواحد القطيع اللي مازال ما بغاش يفهم اشنو كاين واشنو داير. خصكم تعرفوا على ان السريعه فقط نطلعها عليكم وجبرتكم. بغيت نقول شي حيوان دابا نسيء ليه، ان بحكم لكم بالنسبه لكم انتم راه بالنسبه لي انا ما نسيئش لكم، لان غنقول لكم حيوانات ربما نسيء للحيوانات. المهم اخوتي العزاز، ما كتثقش في حتى شي واحد، فقط نطلعها عليكم وكتستحمركم وكتربح عليكم الادسنس. تخيلوا معايا لي لايف ديالها عندها متابعين كيتبعوها كيعياو عليها عطينا كلامونيط، ما كتعطيهمش كلامونيط، كتقول لهم في وجههم وهما كيتابعوها، كتقول لهم انا ما كنثق في حتى شي واحد. والمتابعين اللي هما حنا كنعرفوا اصحاب التعاليق، المتابعين ديالنا كنعرفوهم اليوم كيدخلوا معاك وغدا وبعدو شهر ديالك وشهر اللي موراه والعام الجاي ولا كنولفوهم كيوليو عائله بحالنا، يعني كنثيقوا فيهم نعطيهم كلامونيط عادي جدا. حنا كنعرفوا الدور ديال الكلامونيط عنده واحد الدور كبير، الا بغى مثلا انه يبلوكي لك المتابعين او مثلا يسبريمي اي واحد ما عجبوش، تقول لهم عندهم واحد الحريه في لي لايف. بحكم حنا عندنا ثقه كبيره في المتابعين ديالنا كنعطيهم كلامونيطات عادي جدا. وحتى المتابعين الجدد اللي كيلتحقوا بهذه القناه المتواضعه او ما عندهمش كلامونيط راه عادي جدا، راه ما كاينش بيناتنا واحد الفرق الا هما كيكونوا واحد المتابعين دائما كيدخلوا علينا، كيدخلوا في الفيديو في اللايفات ديالنا وكيدخلوا في الفيديوهات ديالنا كنولفوهم، يعني بحكم انهم كيكونوا حاضرين دائما كنعطيهم كلامونيط باش كيتفاعلوا مع لي لايف، او شي واحد نزل من السطح باغي يخسر الهضره يسبريميوه. هذا هو الفرق، راه ما كاينش شي حاجه يعني ما بين كلامونيط او ماشي كلامونيط. انا بغيت غير نشوف ان السريعه كيفاش كتقول لكم في وجوهكم انا ما كنتيقش بكم، وانتم كالقطيع تابعنها وكتحلوا فوامكم فيها. شفتوا كيفاش على مهزله وعلى مأزق كتحطوا راسكم فيه. تخيلوا معايا على ان وحده في عمرها 18 سنه كتقاردن الناس كبار، كتقاردن 1000 2000 3000 واحد كيتبعها في لي لايف وجالسه كتقاردن فيه. تخيلوا معايا على ان كتجيها مكالمه ابيل كتخرج تتكلم على خاطرها وكتخلي 3000 واحد حال عينه في الكاميرا وكتسنى اشنو تقول. مهزال وكيفاش كتبغي تستعمركم وكيفاش ولات كدي وتجيب فيكم. تخيلوا معايا ان شي واحد دقدق عليها في الدار كتحل ليه الباب وكتجلس تجمع معاها مع شي واحد جا عندها او شي وحده جات عندها واللي لايف مطلوق و1000 2000 واحد حال عينه اشنو هتقول. يعني هي ما مسوقه لكمش بتاتا وما كتكلمش حتى معكم في لي لايف وانتم تابعينها وحالين فمكم فيها. حنا راه ماشي غير كنجيو كنقولوا لكم قطيع، راه حتى كنتاكدوا لينا على انكم قطيع. هادشي اللي كاين. اما بالنسبه للسريعه القادم صادم، ديك الشيء اللي تعتقل به بكريشه دار في القضاء وجدي راسك وزيري الصمته. والميساجات اللي كتبغي تمرر وكتوصل للنيابه العامه بحكم ان عامين غير كافيه، كوني هانيه الميساج ديالك وصل. خوت العزاز، عقد الزواج اللي كنا كنتكلموا عليه في الاوائل ايامات السابقه فقط مزيف، وكنتحداهم ومازال كنتحداهم انه ما كاينش. اما القضيه ديال الطفله الصغيره حتى هو القادم صادم.
تسناو الفيديوهات اللي غادي تحرقكم راسكم فيه بزاف بزاف. يلا تهلاو لي فراسكم اخوتي العزاز، السلام عليكم.